وسهلا بحضرتك يا استاذه هوايه. اهلا وسهلا بكم واهلا بالقناه اللي النهارده صراحه استضافت. الشكر ليها انا بشكرك جدا النهارده. هوايه انت في البدايه خالص، يعني تعالي نتكلم بقى ان انت المفروض هنتكلم عن دور الجمعيات الاهليه عموما في خدمه المجتمع. أنا لسه بأسس جمعية جديدة، الجمعية النسائية للجنوب. أفضل إن هي جمعيتي تبقى جمعية موحدة لخدمة المجتمع، إن إزاي نساعد الناس الغلابة، بحيث إن أنا مد إيدها ليا لجميع الجمعيات الأهلية، الجمعيات اللي هي من الأمال مصر الخير، مصر المعروسة للكل، يمد إيده إن أنا نفسي الجمعية تبقى جمعية موحدة، ما يبقاش فيه مقارنه ما بين الجمعيه دي والجمعيه دي، تبقاش في منافسه، ان هي تبقى جمعيه يعني موحدين، لان احنا كلنا هدف واحد. انا جمعيتي لسه تحت التاسيس. الهدف بتاعي شباب، شغل الشباب، عمليات القلب، الاورام، لكل حاجه للشباب. وبشكر حضره المحافظ اللي اداني تصريح لخدمة المجتمع لإزالة الفقر، ورئيس المدينة طبعا الأستاذ محمد سيد كمان فعلا إن هو مرتبط بينا لخدمة المجتمع. وألف مبروك طبعا للحاج عبد الرازق أبو زونطو وخالد عبد المنعم، هو بيساهموا معايا فعلا في خدمة المجتمع. وبشكر الجمعيات الأهلية اللي هي بتساعدني في الخدمات اللي هي بتقدمها ليا. وبقول يا ريت ان الجمعيات ما نعملش منافسة، نبقى كلنا ايد واحدة، بحيث ان احنا عشان خاطر ان احنا كلنا هدف واحد. تمام، حلو قوي هوايه. استاذه هوايه، انت سميتي جمعيتك اللي هي لسه تحت الانشاء جمعيه نسائيه للجنوب. يعني اخترتي اسم الجمعيه النسائيه ليه بقى؟ يعني ما سميتيش اي حاجه ثانيه؟ لا، اخترت الجمعيه النسائيه للجنوب عشان خاطر ان انا شايفه الست المراه، شايفاها متحمسه فعلا وعايزه تشتغل وعايزه تساعد جوزها وعايزه تساعد نفسها. وشفت فيها العالم فعلا من اللي حواليها. والحمد لله انا بسم الله ما شاء الله، يعني اللي حواليا كلهم من البنات متطابقات معايا. بس المجتمع اللي احنا عايشين فيه لينا مطالبات، يا ريت المطالبات اللي احنا عايزينها. ربنا كرمنا باعضاء مجلس الشعب، مجلس النواب الحاج عبد الرازق وخالد والمحافظ ورئيس المدينه ووزير الصحه، ان هم يبقوا متوحدين معانا، وبحيث ان احنا يساعدونا ويمدوا ايدهم لينا، بحيث ان احنا نشوف ايه النقص اللي عندنا. احنا لو بصينا عندكم يا المشاكل اللي عندنا، لو جينا عند وزير الصحه، بالرغم ان الاستاذ محمد بيعمل عمل كويس، بس احنا مش وحده، مش هيقدر يمد ايده لوحده. احنا عايزين رئيس المدينه، احنا عايزين نبقوا ان احنا كلنا مع، يعني الشباب نبقوا معاه موافق بطلباتنا. اولا احنا ماشيين في صرف صحي، عايزين الميه اللي هي احنا المياه شبكه المياه ماشيين برضو في اجراءاتها. عايزين من التومين مثلا، عندنا في تفنيس المطاعم، عندنا الجمعيه مكفوله من حوالي 30 سنه ماشيين برضو في اجراءاتها، بحيث ان هي كانت تجيب دعم للبلد وتجيب دعم للناس الغلابه. عايزين غير كده طالبين مطالبات بسيطه جدا، بس هم يا ريت يساعدونا. وزير الصحه عندنا الوحدات مش مستفيدين بيها، لان مش في الاطباء لا، في عجز في الاطباء وما فيش العلاج اللي هو كافي بيها. في مشاكل هي بتحصل معانا برضو كذلك الامر. واكيد في مشكلات في البطاله كمان طبعا، كتير شباب موجودين. غير كده انا طالبه من مثلا لو هي كل قريه
فيها 2 من مجلس المدينة ان هو يجيب لنا 2 مثلا يلموا الزبالة في الطريق، ان هو المية طفح المياه. صرف الصحي صرف الصحي لا مش موجود صرف صحي في اسنا، فاحنا باذن الله هو ماشيين في اجراءاته وعايزين بمعنى الاصح ان الوحدات الصحيه اللي عندنا نقص علاج وما فيش اهتمام في الوحدات، وما عندناش اصلا في المستشفى اهتمام اصلا بالناس الغلابه. مش هنقول هم عاملينها كتجارة بس أنا مش عايزة نغلط في الدكاترة كلهم، لأن غالبا في الدكاترة بصراحة كويسين، بس لو هم في 2 مش منتظمين بيبقى وضع غير طبعا مشكلة المستشفيات والإمكانيات بتاعة المستشفيات عموما بتبقى إلى حد ما محدودة. يعني مستشفيات الصحة والدعم اللي بتقدمه المفروض الحاجات اللي تبقى مجانا، أبسط حاجة اللي هي ممكن تبقى القطن والحاجات الأولية دي بتبقى مش موجودة. بنروح المستشفى بيقول لك جيبها لي من بره. فأعتقد إن دي في مشكلة غير الإهمال وعدم النظافة والتكدس ومفيش أسرة موجودة وتفاصيل كثيرة ممكن إحنا نتكلم فيها، لكن بما النهارده بنتكلم على اسمها. احنا اتكلمنا عن مشاكل بوجه عام، المشاكل والميه وكده، وعلى عايزه ان احنا في نفس الوقت المرأة اصلا ما لاقيينش ان احنا حد يساعدنا، ان احنا عايزين مشاريع ومشاريع بسيطة، ان احنا عايزين بنات عندها موهبة في ان هي تفتح مشغل، وعندنا ان هي عايزة مكان خياطة، عايزين حضانات تكون الحضانة بتاعتنا من اساسها للقرآن الكريم مثلا، بحيث نأسس العيل من هو وطفل. ان انا شايفة في التربية والتعليم، شايفة ان دلوقتي الطلبة بيبقوا في اصدقاء مع الاساتذة. لو احنا رجعنا عن السنين اللي عدت، كان الاستاذ لما يعدي كان الطالب بيخاف منا، اما دلوقتي بالعكس ان الطالب بيصاحب من الدروس اللي هو الدروس الخصوصية اللي هو بياخدها. الطالب ما بيهتمش بالمدرسة قد ما بيهتم بالدروس، وبيهتم الاستاذ ده صاحبي وبس. يعني في التربية عندنا مشكلة كبيرة جدا في التعليم. المشكلة يعني هي مشكلة في التعليم، مشكلة في المدارس، مشكلة في الطلبة، مشكلة في الأسرة كمان، هي بتربي ولادها ازاي، نظرتها للمدرس. المدرس بيعاني من مشاكل، والمشكله الاكبر ان المدرس ده هو خريج المدارس دي، فاذا كان التعليم مش قد كده، فهيبقى المدرس برضو يعني الخلفيه اللي عنده التعليميه برضو بتبقى برضو مش قد كده، توصيله المعلومه مش قد كده، التكدس اللي بيبقى في المدرسه. اكيد انتوا عندكم مشاكل كتيره جدا في المدارس عندكم. اعتقد ان في اسنا برضو كان الاستاذ سياده النائب عبد الرازق كان بيقول ان هو في مشكله كمان، ان المدارس مش كتيره قوي، يعني محدودة إلى حد ما. احنا عندنا مدرسة في الكمال، مدرسة ثانوية، الطلبة بيعانوا ان هم لحظة الامتحانات بتاعتهم ان هم بيمتحنوا في بلد المسافة بينهم وبين بعضهم في تماس في ده. ليه ما يقدرش مثلا ان الطلبة مش بقول ان هم يبقوا في المدرسة الكمال بس، يبقوا ان هم مقربين بحيث ده. غير كده مشكلة في المدارس ان دلوقتي لو احنا دخلنا الفصل بنلقى 40 طالب في الفصل، بنبص نلقى ان الطالب مش منتبه للأستاذ اللي هو بيدرس له. غير كده ان هو الجمعية اللي احنا هنأسسها بإذن الله طموحي حاجات كويسة، ان انا نشترك مع جميع الجمعيات، لاني هدفي ان انا نشترك مع جميع الجمعيات. لو انا بصيت على الأورمال او بصيت على مصر المحروسة او مصر الخير او الصندوق الاجتماعي او جميع الجمعيات الأهلية، بنبص ان انا نلقى في نقص عند كل جمعية، فبكملها من الجمعية الثانية، يعني بحيث ان احنا عشان نبقى متكاملين. هي طبعا استاذة هويدا لفتت انتباهنا المشكلة مهمة جدا، او حاجة مهمة جدا، ان المجتمع المدني احيانا بندخل في نوع من انواع مين يطلع الاول.
يعني ما بيبقاش هدفنا ان احنا نكمل بعض وان احنا يعني ايه نعالج النقص اللي عندنا من مشاكل سواء كان في الصحه او في التعليم او مشكله الفقر او بيبقى المشكله الاكبر انه الجمعيه اللي ناجحه اكتر، انه الجمعيه اللي بيجيها دعم اكبر، انه الجمعيه اللي بيجي لها تبرعات اكتر. فاكيد دي مشكله، لان احنا هدفنا الاساسي ما بيبقاش ان انه جمعيه ناجحه اكتر، لا هدفنا الاساسي ان كلنا الجمعيات تبقى متكاتفه وتبقى ايد واحده، وهدفها الاساسي هي خدمه المجتمع. ايه الحاجات التانية كمان اللي انت حابه تقدميها للمراه؟ يعني التعليم في المراه، بما انك من الكيمان يعني في اسنا، هي منطقه في قريه في اسنا، المطاعنة قرية هي دي من جوه كده، يعني كمان دي منطقة موجودة في المطاعنة. عايزاكي تقولي لي طيب يعني هل الوضع التعليم المرأة عندكم، هل في بنات لسه مش بيتعلموا ولا كل البنات بيروحوا مدارس؟ لا دلوقتي حاليا ان البنات تعلمت، والبنات ان هي دخلت ثقافة علمية، وبس ان بدري ان هم بنحاول ان احنا بندخلهم دلوقتي اللي ما تعلموش بدخلهم فصول اميه. بنحاول ان احنا بنديهم تعليم. ثقافه المراه صراحه دلوقتي جبت مراه ثقافيه جدا يعني. طبعا. بس ايه اللي حببك في العمل ده يا استاذ هويدا؟ اللي حببني في العمل ده، انا ليا عمل من حوالي 11 سنه ان انا شغاله في المجال ده. دخلت الهيئات كير ودخلت المؤسسات ودخلت دور المرأة الريفية، ان انا بحضر دورات ومؤتمرات وان انا بستفيد منيها. وعملنا مشروع على الهيئة بحيث ان احنا في تقنيص المطاعنة، حوالي مشروع مشتل وناجح، وأسسناه وعملنا منه صباع إدارة، وعملنا منه بنات بتشتغل ودخل لهم ربح بيساعدن بيه نفسهم. هو المشتل الوحيد اللي في المطاعنة اللي احنا عاملينه، اللي شغالة فيه 40 فتاة، وعندهم طموح ان هن عايزات يعني يبقى شغالات اكتر عشان يساعدن نفسهم، يعني بحيث ان الواحدة تجيب لها جهاز كهرباء، تجيب اللي هي النقصات اللي عندها. تمام. طبعا استاذه هويدا عبد الفتاح احنا بنقدمها مثال للمرأة الصعيدية اللي موجودة في قرية، وهي حابة انها تساعد في المجتمع المدني. احنا طبعا يعني بنقول ان احنا اي واحدة عندها ارادة، اي واحدة عندها هدف تقدر انها تساعد اللي حواليها، حتى لو كانت البداية بتبقى بسيطة، لكن اهم حاجة ان يبقى عندنا طموح ويبقى عندنا هدف. في الختام الاستاذة هويدا عبد الفتاح منسق عمل اجتماعي باسنا، بشكر حضرتك جدا ونورتينا النهارده. شكرا ليك. شكرا لكم وشكرا للقناة الفضائية النهارده. شكرا ليك حبيبتي، نورتينا النهارده. شكرا لك. أعزائي المشاهدين هنروح معاكم لفاصل وبعد كده هنرجع مرة تانية نكمل معاكم حوارنا مع الأستاذة فاطمة الزهراء محمد حسن. هنروح ونرجع مرة تانية، خليكم